هذه أول نشرة إخبارية من قناة الجزيرة في قطر. هكذا كنا قبل عقدين، وكما نحن هنا يتغير الشكل ويتجدد، وتبقى المبادئ والأهداف والرسالة. جزيرة لا تهزها الأمواج، على العهد مع جمهورها لا تخذله ولا يخذلها. يومها حفرت الفكرة ونوقشت الرسالة ونقشت العلامة. ساد الرأي الآخر بعد أن ظل الرأي الواحد يحتكر الشاشات والنشرات. قبل 20 عاما نثرت البذور وترسخت الجذور، واليوم نواصل التفاعل مع الأجيال والشراكة معها. نتعلم من الماضي ونستوعب الحاضر، والعين دائما على المستقبل. نتمسك دائما بالريادة ونجدد شبابنا بانطلاقة جديدة. وكل عام وأنتم أيها المشاهدون الكرام بألف خير. الزميل محمد حمدان ونشرة الأخبار. جمال ريان، شكرا جزيلا لك. بكم انطلقت الجزيرة قبل 20 عاما، تعلمنا منكم وها نحن معكم نواصل المسير. أصالة الجزيرة وحدثتها إذن جنبا إلى جنب في خدمة مشاهديها. شكرا لك جمال. مشاهدينا أهلا بكم إلى أولى نشراتنا من قناة الجزيرة في حلتها الجديدة. مرحبا بكم إلى نشرة السادسة. البداية من العناوين. القوات العراقية على أبواب مدينة الموصل، وتحذيرات من وقوع كارثة إنسانية قد تطال أكثر من 1,000,000 شخص ما زالوا داخل المدينة. تتزايد أعداد النازحين الوافدين إلى مخيمات إقليم كردستان العراق مع احتدام المعارك على أطراف مدينة الموصل. بهدف الحد من تقدم الجيش السوري الحر باتجاه مدينة الباب، تنظيم الدولة الإسلامية يتقدم في ريف حلب الشمالي. في ولاية ميشيغان، المرشح الجمهوري دونالد ترامب يحث الناخبين على التصويت بكثافة ويسعى لتقليص الفارق بينه وبين منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.